السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين. النهاردة هنعمل مع بعض التومية ستوري زي بتاعة المحلات بالظبط واحلى كمان. هنعملها بطريقة سهلة وسريعة جدا، مش هتاخد مننا وقت وهتكون جاهزة واحلى من المحلات السوري كمان، لان المحلات السوري مش هيضيفوا عليها كل المكونات اللي احنا هنضيفها دي. معايا هنا كده اول حاجة كنكة حاطة فيها شوية مية، وببدأ ان انا اضيف عليها معلقتين كبار من النشا او معلقة يعني كبيرة مليانة، يعني دي تعتبر نص معلقة، احط كمان. تمام. وبقلب كده لحد ما النشا بيدوب خالص. في ناس بتكتفي بالنشا بس في الكنكه، وفي ناس بتحط معاها التوم. انا بصراحه بحب ان انا اضيف التوم معاها علشان ياخد غلوه كده مع النشا ويبقى كلهم حاجه واحده. بحط كمان معلقه لحد ما بلاقي ان النشا لونه مش شفاف كده، او الميه لونها مش شفاف كده، الميه يكون لونها ابيض شويه يعني. في فرق ما بين اللون الشفاف وفي فرق ما بين اللون الابيض. تمام. دي اخر حته، يعني معلقتين كبار من من النشا، او نضيف بالتدريج زي ما انا ضايفه كده. ابدا ان انا اقلب كده، هو ده اللون اللي انا عايزه ان انا اوصل له. معايا هنا 3 فصوص من الثوم مقطعاهم كده بالنص علشان يبقوا سهلين ان هما يطحنوا معايا او يتضربوا معايا في الخلاط. تمام. برفع بقى المكونات دي على النار لحد ما تبقى على قوامها كريمي كده شويه. هرجع اوريكم ازاي. هو ده القوام اللي انا محتاجه ان انا اوصله. طبعا هي بعد ما آه يعني جمدت والقوام بتاعها تقل، اللون بتاعها بقى شفاف شويه. تمام. وده التوم جواها اهو زي ما انتم شايفين. هجيب بقى عندي الخلاط بتاعي وهبدا ان انا اضيف فيه الكميه دي كلها. انا سبتها تبرد تماما، ومحضره معايا زبادي وليمونه وازازه الخل، وهحط معايا كمان الملح. تمام. دي المكونات اللي انا هستخدمها كلها بالتفاصيل. تمام. طبعا انا مش هفتح صوت الخلاط معانا عشان صوت الدوشه وكده، انا بس هحطها وهضربها كده ضربه مع نفسها، وبعد كده هبدا ان انا اضيف عليها المكونات معاكم. ده شكلها كده بعد ما اتضربت. اهم حاجه ان هي تكون دفت، مش سخنه قوي، يعني هي بتطلع هنا بخار بس عشان انا ضربتها والبخار بتاعها طلع. بس اهم حاجه نكون يعني سايبينها تهدى شويه. تمام. انا هنا معايا الملح، هبدا ان انا اضيف ملح بس مش هكتر، لان انا هضيف ليمون وهضيف خل. حطيت الملح وبضيف كمان شويه كده من الخل، برضو مش كتير. هضيف الزبادي وهسيب الليمونه في الاخر، هعادل بيها بقى الطعم. فاهميني؟ يعني هشوف بقى في الاخر اللي محتاجاه ايه وهضيفه. هضيف بقى الزبادي كلها. اهم حاجه الزبادي هنا بقى، ده السر اللي المطاعم مش بتحطه، واللي هتخليها طعمها كريمي واحلى من المطاعم كمان. بصوا ده قوامها كده. هي بتبقى يعني ماهيش ماسكه نفسها قوي، بس لما بنسيبها في التلاجة تبرد بيبقى القوام المظبوط بتاع السوق بالظبط. لكن لو سيبناها يعني خليناها اجمد من كده بتنشف قوي في التلاجة. هبدأ بقى ان انا اضيف الليمون. طبعا انا دقتها لقيت طعمها محتاجة طبعا ليمون، ومحتاجة شوية ملح كمان. هضيف الليمون، هحط كده الليمون كمية وهضرب، وبعدين هدوق برضه وهحط شوية ملح وهضرب وهندوق طعمها بقى ايه. شايفين القوام عامل ازاي؟ دي بقى تتحط 10 دقايق في التلاجة وهتاكلوا احلى تومية. التومية يا جماعة دي خطيرة خطيرة خطيرة، احلى من بتاعة المحلات السوري والله 100 مرة. ما تقلقوش من القوام بتاعها، هو كده. انا بس مرضتش ان انا اخلي النشا يبقى تقيل قوي معانا على النار. كان ممكن اسيبه يجمد شويه، بس انا عشان جربتها كذا مره عارفه ان لما بسيبه يجمد على النار وبرجع ان انا اسيبها احطها في التلاجة عشان مش هاكلها على طول بتنشف قوي معايا وبيبقى طعمها مش كويس.
بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدوسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش ان اهم حاجة هنا في التومية ان احنا نظبط القوام في الاول، وان احنا نضيف يا اما لبن يا اما زبادي. الخطوة ده هتفرق جدا جدا. يلا، مع الف سلامة.